السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنوز من بعد صلاة الفجر والمغرب يغفل عنها أكثر الناس. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بسيط جدا بيتقال بعد الفجر وبعد المغرب. والله العظيم في كنوز وخيرات لا تخطر على قلب بشر، وهتسمعوا دلوقتي بنفسكم بفضل الله سبحانه وتعالى. في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر، يعني بعد صلاة الفجر مباشرة، وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم، يعني يدوب قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وإحنا لسه قاعدين مكاننا. المرأة بتصلي في بيتها وهي قاعدة مكانها، الرجل يصلي في المسجد وهو قاعد مكانه. بعد ما بنسلم من صلاة الفجر مباشرة هنقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. إيه هي الثمرة بقى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي بيقول: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كتب الله له 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، يعني 10 درجات في الجنة، وما بين الدرجتين مسيرة 100 سنة كما ثبت عند البخاري. يبقى ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، من أي مكروه يقرب له لا يمكن يصاب بأي مكروه، وحرس من الشيطان، يعني يحرس من الشيطان تحرسه الملائكة، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله عياذا بالله. يعني ما فيش أي ذنب إن شاء الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى هيعافيه من كل ذنب، إلا إذا هو بقى عياذا بالله وقع في الشرك، فهذا هو الشيء الوحيد اللي ممكن عياذا بالله يضيع عليه كل حاجة. واضح كده؟ إذن فمجرد ما نصلي ونسلم من صلاة الفجر نقول هذا الذكر 10 مرات. الحديث الثاني رواه الترمذي أيضا بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات على إثر المغرب، يعني بعد صلاة المغرب مباشرة، بعث الله له، ركزوا معايا، بعث الله له مسلحة، يعني ملائكة مسلحة، سبحان الله، بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات، ومحى عنه 10 سيئات موبقات، يعني مهلكات، وكانت له بعدل 10 رقبات، يعني كأنه أعتق 10 عبيد، وكانت له بعدل 10 رقبات مؤمنات. دول الحديثين. تعالوا نشوف بقى الثمرة. يبقى المطلوب من حضراتكم كالآتي: سواء المرأة بتصلي في البيت والرجل بيصلي في المسجد، بعد ما نسلم من صلاة الفجر وصلاة المغرب مباشرة، قبل ما نتكلم مع أي حد وقبل ما نقول أي كلمة وقبل ما نتحرك، يدوب السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نقوم قايلين: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونقولها 10 مرات، نكررها 10 مرات. يبقى ده اللي هيتقال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب بفضل الله سبحانه وتعالى. إيه الثمرة بقى؟ خذوا الثمرات: 10 حسنات في كل صلاة، بقى هناخد 10 حسنات موجبات، وتمحى عنا 10 سيئات موبقات، يعني مهلكات، وتعدل عتق 10 عبيد، كأننا أعتقنا 10 عبيد، وتكون لنا حرزا من كل مكروه، بل وحماية من الشيطان، بل ويبعث الله عز وجل لكل واحد منا فرقة مسلحة من الملائكة يحفظونه من شر الشياطين بفضل الله سبحانه وتعالى. ايه رأيكم بقى في الكنوز ديت؟ حد يقدر يفرط في الخير ده بعد اللي سمعناه؟ يبقى بعد الفجر وبعد المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات،
قبل ما نتحرك وقبل ما نكلم أي حد بفضل الله سبحانه وتعالى. جعلني الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وجمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.